بيبدأ الفيلم بشخص اسمه ألبرت وهو بيبحث عن بنت، وبنعرف إن كان في برنامج غريب في الستينات بيعمل تجارب على البشر، والقائم على البرنامج ده هو شخص اسمه دكتور ليفينكو. واللي عمله الدكتور إنه عدل في الجينات البشرية لحد ما أنتج بشر أشبه بآلة القتل بلا رحمة ولا إنسانية، وبيشتغلوا عملاء للحكومة. بعدها الحكومة قفلت المشروع ده وعتمت عليه، وليفينكو بعد ما أدرك الكارثة اللي عملها اضطر إنه يهرب، وناس كتير حاولت تقلد برنامج دكتور ليفينكو لكنهم فشلوا. عشان كده هم حاليا بيدوروا على ليفينكو بقيادة دكتور اسمه ألبرت، اللي قدر يوصل إن لليفينكو بنت، وغالبا هي حاليا في ألمانيا وهي اللي هتوصلهم لأبوها. لكن فجأة حد بيخترق مركز أبحاث دكتور ألبرت، فالحرس بيخرجوه من المكان، لكن شخص ما بيبقى متتبعهم وبيفجر عربية بتحرس دكتور ألبرت، وبعدها قتل سائق العربية التانية بسلاح قناص. وأخيرا دكتور ألبرت وصل لمكان آمن تحت الأرض، واللي بيفتح بس ببصمة عينه. ووقتها قال ل2 موظفين يشوفوا إيه اللي بيحصل، لكنه بيكتشف إنهم أصلا مقتولين. وفجأة الحرس اللي حواليه بيتقتلوا، وبيفهم ألبرت إن كل ده كان فخ ليه، وبيظهر له العميل 47 اللي عمل الليلة دي كلها. وزي ما فهمنا من مقدمة الفيلم إن ده أحد أسلحة القتل اللي بلا رحمة. بيسأل 47 دكتور ألبرت على مكان كاتيا بنت ليفينكو، الدكتور اللي عمل البرنامج بتاع الجينات. ولما ألبرت ما قالش هدده إنه هيشيل عينه بسكينة، فاضطر ألبرت بقى إنه يقول له إنها في ألمانيا، وبيسيبه فعلا 47. وقبل ما بيخرج بيجري دكتور ألبرت على خزنة الأسلحة بتاعته عشان يقتل 47، لكن 47 بيكون سابقه بخطوة وحاطط له قنبلة وبيتخلص منه. طبعا الإنذار بيرن وبيبدأ الحرس يهاجموا 47، لكنه بيبقى ماهر جدا وسريع البديهة وقوي جدا في القتال، وبيقدر يتخلص منهم. وبعدها بنروح لرئيس المنظمة كلارك، اللي بيعرف إن دكتور ألبرت مات بعد ما قرب من إيجاد البنت اللي اسمها كاتيا، فبيكلف شخص تاني انه يلاقيها. بعدها بنروح لكاتيا اللي بتبحث عن شخص اسمه ليفينكو اللي هو ابوها، من غير ما تعرف حتى انه ابوها. بيكون عندها صورة قديمة ليه وشوية ذكريات مشوشة، لكنها مش فاكرة حاجة عن نفسها ومش عارفة مين ليفينكو اللي في ذكرياتها، لكنها بس عندها دايما شعور بالخوف وبانها لازم تهرب، لكنها مش عارفة السبب. وبسبب كده بتاخد مهدئات، وبيبان ان عندها قدرات خاصة زي سمع وبصر خارقين للطبيعة مش موجودين عند حد تاني. اما العميل 47 فبيستخدم المعلومات اللي اخدها من ألبرت وبيقدر يحدد مكان كاتيا، وبيجيله امر من رئيسته ديانا ان في شخص من المنظمه وصل لكاتيا وبيراقبها، وبتديله امر انه يتخلص من الهدفين. اما عند كاتيا فوهي نايمه بتحس بان 47 قرب منها وجاي لها، فبتلم اوراقها وبتهرب عن طريق السطح. ولما بيوصل 47 مش بيلاقيها، لكنه من خلال باقي اوراقها اللي سابتها بيتوقع انها في محطه المترو. وفي المحطه في شخص اسمه جون بيوقف كاتيا وبيقول لها انه عارفها وعارف كل حاجه عنها ولازم تيجي معاه، لكنها بتتجاهله وبتبقى عايزه تمشي لحد ما بيقول لها انها في خطر وفي شخص عايز يخلص عليها، وهو موجود هنا وهي اكيد شايفاه وحاسه بيه. وده طبعا بيبقى 47 اللي هي فعلا حاسه بيه لكن مش عارفه اسمه. من هيئته وتحركاته بتتاكد ان جون عنده حق وبتضطر تثق في جون، لكن فجاه 47 بيضرب عليهم نار، وجون هو كمان بيضرب عليه وبيحاول يوقفه لحد ما بيقع الاثنين على سكه القطر. وبيقدر 47 انه يضرب جون، لكن القطر بيجي فجون بيهرب و47 بينزل تحت القطر. اما كاتيا فبياخدها جون وبيطلع جري على عربيه مستنياهم، لكن 47 بيفضل وراهم وبيضرب السائق بطلقه، لكنهم بيقدروا يهربوا. وبيفهم جون كاتيا انه عميل من منظمه اسمها النقابه، وان هو الوحيد اللي هيقدر يهربها من العميل 47 اللي عايز يخلص عليها. وبيقدروا يوصلوا لسفاره امريكا، وجون بيعمل حركه مجنونه بيضرب نار في الهواء عشان الامن يتلم عليهم، وفعلا بيعملوا كده وبياخدوهم، وبكده بيقدروا يهربوا من 47. ولما الضابط بيحقق مع كاتيا لان جون رفض الكلام، بتقول له انها اصلا ما تعرفش جون، لكن في شخص بيطاردها وعايز يقتلها. وفجأة بتقول له الشخص ده هنا، وبيكون 47 داخل السفارة فعلا، والأمن بيلاقي في شنطته بندقية قناص، وهو كمان بيبقى معاه أسلحة كتير، فطبعا بيتم القبض عليه. وفي التحقيق بيبقى الضابط مستغرب ايه البجاحة دي، يعني ازاي جاي سفارة أمريكا بكل السلاح ده، وبيسأله عن هويته، فبيقول له أنا قاتل. طيب عايز إيه مننا؟ عايز البنت اللي عندكم. وبيستفز الضابط أكتر وبيهدده بعيلته، فالضابط بيحط طلقة في البندقية عشان يخوفه ويحسسه يعني إن هو المسيطر هنا. فبيقول له 47 أنا مش عايز أكتر من كده وشكرا إنك جبت لي سلاحي. وبيخبط الترابيزة بطريقة معينة، وفجأة البندقية بتضرب نار وبيحرر نفسه من الكلبشات وبيخلص على الضباط. وجون بيحس باللي بيحصل فبيكسر الإزاز وبيحرر نفسه وبيضرب الضابط اللي بيحرسه، وبيروح يهرب كاتيا. ورغم الإنذار اللي ضرب في السفارة والاضطراب اللي حصل ده، لكنهم بيقدروا يخرجوا وبيسرقوا عربية شرطة يهربوا بيها، و47 بيكون لسه وراهم. وطبعا كاتيا بتبقى هتتجنن من كل اللي بيحصل، فبيقول لها جون إنهم بيدوروا على شخص
شخص اسمه ليفينكو وهو عالم جيني، وده يبقى ابوك يا كاتيا، وبيفهمها البرنامج اللي كان شغال عليه ليفينكو، وبيقول لها ان ابوك يعرف نقاط ضعف العملاء وهو الوحيد اللي ممكن يوقف صنع عملاء تانيين زي 47 كده، وانت الوحيده اللي ممكن تعرفي ابوكي فين. وفجاه ورغم المسافه الكبيره بيقدر 47 يضرب عربيتهم برصاصه، واخيرا بيهرب جون وكاتيا وبتكون اتصابت في دراعها فبيساعدها تطهر الجرح، وبيكون لطيف جدا معاها وبتساله يعرف ايه تاني عن والدها، فبيقول لها انا هنا عشان احميكي مش عشان ابحث عن والدك، لكنها بتصر عليه فبيفهمها ان هي كمان ابوها عدل جيناتها وخلى عندها تعزيزات تخليها تحس بالخطر دايما وتعرف تهرب، وعندها قدرات مش عند حد تاني. هنا كاتيا بتفهم هي ليه طول الوقت خايفه وبتهرب، وبتاخد معلومات تانية عن والدها وبيقول لها عمره، مكان ولادته، والامراض اللي عنده، وهواياته، وكل المعلومات اللي يعرفها. وهنا كاتيا بالمعلومات دي والمعلومات اللي عندها وقدراتها الخاصه بتقدر تتوقع فعلا ابوها فين، فبيسالها جون هو فين، لكنها بتتردد شويه وفجاه بيقتحم 47 الغرفه وبيضرب جون ب4 رصاصات فبيموت، وبيفقد كاتيا الوعي وبيخطفها. بتوصل الاخبار لرئيس المنظمه كلارك وبيكلفهم يوصلوا لكاتيا باي ثمن، وهنا كاتيا بتفوق وبتلاقي نفسها متربطه في مكان ضلمه، و47 بيقول لها انت عايشه عشان انا قررت ما اقتلكيش، لكن المنظمه هتقتلك بعد ما يستغلوكي ويوصلوا لوالدك. فبتستغرب ان هو كمان يعرف ابوها وبتساله بيعرف ايه عنه، فبيلمسها وبيجي لها ذكريات ليها مع ابوها، وبتبقى محتاره تصدق كلام جون ولا 47. فبيقول لها 47 ثقي في ذكرياتك، وبيمسك ايدها فبتفتكر يوم هروبها مع ابوها وامها، وان امها اتقتلت قدامها وهي طفله، وان كان في طفل وقتها وهو ده كان 47، وبعدها هربت مع ابوها وابوها خباها في مكان وهرب هو. بتقول له ليه ابويا تخلى عني، فبيقول لها لما نوصل له اسالي بنفسك. فبتقول له طيب فكني، بيقول لها انت تعرفي تعملي ده بنفسك، وبيشغل جهاز زي مروحه ضخمه بتشفط اي حاجه، وكاتيا بتبدا تسحب للمروحه دي لكنها بتصفي ذهنها وبتقدر فعلا تفك نفسها بطريقه ذكيه وتخرج من الغرفه دي. فبيقول لها 47 انت خدت وقت اكتر من اللازم، وبيفهمها ان ده اختبار وان مهاراتها اصلا اعلى منه، لكنها محتاجه تصفي ذهنها وتبطل المهدئات، وان معنى اسمها اصلا الرقم 90، والمنظمه لو عرفت الكلام ده مش هيسيبوها لانهم اصلا عايزين يصنعوا جيل تاني من العملاء يكونوا اعلى منه في الذكاء والمهاره، فعشان كده عايزين يوصلوا لوالدها. وفي الوقت ده بيوصل جنود تبع المنظمه عشان يقبضوا عليهم، وكاتيا بتساعد 47 بانها بتحدد خطواتهم واماكنهم، وهو بيقدر يخلص عليهم ويشترك مع الباقي. وفي الوقت ده بيظهر جون لكاتيا وطلع لسه عايش، وبيشيل قناع الطيبه وبيسالها ابوكي فين وبيضربها، فبيجي 47 وبيشتبك مع جون وبيستغرب انه لسه عايش اساسا، والمره دي جون بيبقى قوي جدا ومتفوق، وحتى لما 47 طعن جون السكينه اتكسرت من صلابه جسمه ومعورتوش حتى، وبيفضل جون يضرب في 47 ويبقى عايز 47 يعترف ان هو افضل منه، لحد ما كاتيا بتضرب نار عليهم لكن بيجي في الزجاج اللي وراهم، وجون بيقول لها ما جاتش فيا، لكن هو وجنوده بيلاقوا نفسهم بيتسحبوا بسبب المروحه اللي كانت ورا الزجاج، وبتطلع كاتيا ذكيه فعلا وبيحصل انفجار بسبب كده، وجون بيفقد الوعي وبيهرب 47 وكاتيا من المكان، اللي بتبقى مستغربه جدا وبتسال ازاي جون عايش بعد ما 47 ضربوا قدامها بالرصاص، فبيقول لها واضح انه اتحقن بماده التيتانيوم تحت الجلد، ودي بتخلي جسمه خارق ومصفح ضد اي حاجه، وفي نفس الوقت مرن جدا. وهنا بيطلب منها تعرفه مكان ليفينكو، فبتقول له بس بعد ما بيوعدها انه مش هيقتله، وبتقول له انا والدي مستخبي في سنغافوره. وقتها ديانا رئيس 47 بتسمع عن طريق اجهزتها الكلام ده، وبتكلف عميل تاني انه يروح وراهم سنغافوره، وجون بيفتش غرفه كاتيا وبيعرف هو كمان ان والدها في سنغافوره من خلال اوراقها. وفي المطار بتنكر 47 وبيقول لكاتيا تخرج وراه بعد ما تتجنب الكاميرات، وهي بتصفي ذهنها وبكل خفه بتقدر تحسب طريقه تحرك الكاميرات وبتتجنبهم، وبيقضوا الليله في فندق. بتكون كاتيا توصلت للمكان اللي فيه ابوها وهيروحوا له الصبح، 47 بينام وهو قاعد عشان يبقى جاهز لاي خطر، اما كاتيا فمش بيجي لها نوم وبتاخد اسلحه جون تفككها عشان يعني تسلي وقتها، وفعلا بيحس 47 بهجوم ومش بيلاقي سلاح، لكنه فورا بيتعامل مع القتله وبيقدر ينهي عليهم، وبعدها بتعتذر له كاتيا انها فككت الاسلحه وانها غالبا لما بتتوتر بتفكك في اي حاجه، فبيحذرها ان ما تكررهاش تاني، وبيخرج الاثنين من الفندق. وبعدها بتوصل كاتيا لوالدها اخيرا بعد ما سابها سنين كتير، تعرف عليها فورا، واول حاجه بيقولها لها انت غلطتي لما وصلتيلي، وهي بتساله ليه هجرتني، فبيفهمها انه بيحبها جدا وانه عمل كده عشان يحميها، وان هو وامها حبوا بعض جدا، وانه خالف القوانين وعدلها جينيا من غير ما حد ما يعرف عشان تقدر تحمي نفسها وقدراتها، وبيعتذر منها. وهنا بيلاحظ ان 47 موجود وبيفتكره جاي يقتله، وبيقول له قوم بعملك يا ابني، لكن كاتيا بتقول له انه مش هيقتلك، وحتى لو مبرمج على القتل فعنده الاختيار في النهايه. وهنا بيلاحظ 47 ان في قتله متخفيين كانهم
انهم اسره وهيطلقوا عليهم النار، فبيطلق 47 عليهم النار وبياخد كاتيا والاب بسرعه في عربيه عشان يهربوا، لكنه بيتصدم بعربيه جون قدامه فبيهرب بالعربيه، لكن بيطاردوا موتوسيكلات كتير فبيبدا يتفاداهم ويتخلص منهم، وكاتيا بتساعده بانها بتقول له الاتجاهات الامنه. على اخر لحظه بيقدروا يخرجوا من المبنى ده قبل ما الحواجز تقفل عليهم. اما جون فعربيته بتتقلب، بس احنا عارفين طبعا انه ما بيموتش. وبعد ما 47 نجح انه يخرج لشوارع المدينه بيتفاجئوا بخطاف بيمسك في العربيه بتاعتهم، وبعدها عربيتهم بتتقيد بكذا واير او خطاف كانهم سمك بيتم صيدهم بالظبط، فبيخرج 47 من العربيه وبيقتل جنود المنظمه اللي بيقيدوا العربيه بالخطاطيف، وكاتيا بتاخد الاب عشان يهربوا، لكن حد بيضرب على رجله رصاصه وبيقع في الارض، وهنا كاتيا بتبقى عايزه تساعده عشان يهربوا سوا، لكن ليفينكو قال ل 47 خدها واهرب لاني هعطلكم ولان عملاء المنظمه مش هيسيبوهم. وقبل ما 47 ما يعمل كده حط بخاخ الاستنشاق في جيب ليفينكو، وهنعرف ليه قدام. وفعلا 47 بياخد كاتيا غصب عنها وبتتفرق عن ابوها تاني، وبعدها 47 بيخدرها عشان تهبى. اما ليفينكو فجون اخده المقر المنظمه، وبيفضل جون يضغط على ليفينكو عشان يقول له ازاي بيعمل جينات الخارقين، لكن ليفينكو مش بيرضى يقول له، وبيستفزه اكتر لما بيقول له 47 افضل منك بكتير مهما كان جسمك قوي، بس العقل دايما اللي بيكسب. فبيحقن جون ليفينكو بماده بتخليه يتألم جدا، لكنه برضه مش بيرضى يتكلم لحد ما بيجي كلارك رئيس المنظمه بنفسه عشان يستجوب ليفينكو، لكن ليفينكو برضه بيرفض يقول اي حاجه لان كلارك ده عايز يعمل جيش من العملاء يسيطر بيه على العالم. وفي نفس الوقت بيكون 47 اخترق اجهزه مبنى المنظمه وبيكلم المطافي عشان تيجي مقر منظمه كلارك، وهنعرف ليه قدام. وبعدها 47 بيكلم كلارك نفسه وبيقول له يبص من شباك الشركه، فبره الشركه بيلاقي ان في طياره هليكوبتر وجواها كاتيا متخدره، وبيعرض 47 على كلارك صفقه انه يسلم له ليفينكو وياخد هو كاتيا لانها اصلا معدله جينيا بافضل نسخه ويقدر يعمل عليها تجارب ويدرس جيناتها والدي ان ايه بتاعها. فبيوافق كلارك وبيأمرهم ياخدوا ليفينكو للسطح عشان يعملوا التبادل، وقبل ما ليفينكو يخرج بياخد جهاز الاستنشاق معاه. وفي الوقت ده كاتيا بتفوق وبتفتكر ان 47 باعها، لكنها بتصفي ذهنها وبتعرف انه اكيد متاكد انها تقدر تخرج من الوضع اللي هي فيه، فبتدخل بقى في المبنى بالهليكوبتر وبتدمر جزء كبير منه وتتعامل مع باقي الحرس، وبيدخل 47 المبنى بالزي المطافي، وكلارك بياخد ليفينكو وبيخلي جون وباقي الحرس يحموه لحد ما يوصل مكتبه، لكنهم بيتفاجئوا ان 47 مستنيهم اصلا في المكتب وبيضرب رصاص على كلارك، لكن جون بيصد رصاصه وبيهرب كلارك والباقي. وبعدها جون بيدخل في قتال مع 47 وبيضرب 47 جون بالرصاص، لكنه طبعا ما بيتأثرش، وبيقوم جون وبينزل ضرب في 47 بلكمات قويه لدرجه انها بتكسر الجدار، فبيقول له 47 مشكلتك انك عايز بس تثبت لي انك افضل مني يا جون، عشان كده بتستعرض مهاراتك مش بتشغل مخك. وبيمسك 47 سلك وبيلف على رقبه جون وبيوصله بسلك الكهرباء اللي في الحيطه، وبيتكهرب جون بقوه لدرجه ان النور بيقطع في المبنى كله لثواني يعني وبيرجع تاني. وبعدها بتجيله كاتيا وبيروحوا هما الاثنين عشان يلحقوا ليفينكو، وبيشكلوا فريق وبيقضوا على كل الحراس اللي في الطريق والحراس كمان اللي على السطح، لكن للاسف كل ده بيعطلهم، وكلارك بيقدر ياخد ليفينكو معاه في الهليكوبتر ويهرب. بيبقى في حارس ما ماتش لسه وعايز يضرب على كاتيا رصاص، لكن 47 بياخد الطلقه مكانها وبيقتل الحارس ده، وبتبقى كاتيا هتتجنن على باباها، اما ابوها فبيبص عليها من الطياره بيبقى فخور بيها، وكلارك بيبقى حاسس انه انتصر ومبسوط قوي وبيقول ان المره الجايه هيقبضوا على بنته. فبيخرج ليفينكو البخاخه اللي اداها له 47 من جيبه وبيضغط عليها وبتنفجر الطياره قدام عيون كاتيا اللي المره دي مش هتشوف ابوها للابد. وبيجي اتصال من ديانا رئيس ال 47 وبيقول لها انه تخلص من كلارك يعني الهدف الاول، وبتساله على كاتيا الهدف الثاني، فبيرمي التليفون من المبنى وبيختار انه ما يقتلهاش، فبترفع كاتيا المسدس لانها فهمت انه حطهم في كل ده عشان يخلص من كلارك، فبيقول لها انه كان لازم يعمل كده وينهي مشروع انتاج العملاء ده للابد، وان ابوها ضحى بنفسه عشان كان عارف ان كلارك مش هيسيبها في حالها وعشان تبقى في امان. فبتتاثر كاتيا وبتنزل المسدس، وفي الوقت ده بيقول لها 47 ان في حرس كتير جايين في الطريق، بتقول له ان هو شخص واحد بس اللي جاي. ولما الاسانسير بيفتح بيظهر انه شخص نسخه طبق الاصل من 47 واسمه العميل 48 بعتها ديانا عشان يخلص عليهم، فبيضربوه بمسدساتهم. وبس كده بيخلص الفيلم ده كان من ترشيح ذا ترندز، فقولوا لي رايكم فيه. وبس كده، لو عجبكم المحتوى ما تنسوش تعملوا اشتراك لو مش مشتركين. سلام.